عسلامة، مرحبا بكم في يوميات فوفا. اليوم يوميات فوفا نهار أحد باش نهزكم معايا للطبيعة وتفرجوا وشوفوا المناظر محلاها ما شاء الله. البلايصة هذه قريبة من احنا نسكنوا، احنا في ميلوز وهي في بلفور. لاك اسمها لاك مالزيسي، مالزيسي كخوا كايا. لاك هذه مشينا مستدعين ولد عم راجلي ومرته وهما يسكنوا في البلاصة هذيك، واستدعاونا حبوا يعملوا لنا فطور هكا في البلاصة هي محلاها ومزيانة البلاصة والكل. هاكا هزيتكم معايا في الناتور هذه، حبيتكم تشوفوا البلاصة قداش محلاها وهكا الخضار والحاجات هذه نحبهم برشا. انا بصراحة الناتور والطبيعة تعجبني على الاخر، وبلاصة محلاها اللي مشينا لها. تو شدينا خرجنا قمنا الصباح فطرنا وخرجنا، قصدنا به مش بعيد علينا برشا، 4 دراج بريسك 4 دراج شادت الثنية. ووصلنا عدينا بريسك نهار كامل غاديكا، وروحنا مع ساعتين ولا اكثر شويه. الحق مشفتش الوقت وقتها، اما المهم عدينا نهاير مع بعضنا، تفرهدنا وتفرهدوا الصغار، هما عندهم صغار وانا عندي بناتي، لعبوا مع بعضهم وشيخوا فيها. لك معناها ينجموا يعملوا فيها وتريزي ينجموا يعملوا فيها برشا عباد، خاصة الطقس اليوم جا دافي دافي سخون بريسك اليوم تما بصراحة سخونة الدنيا، خاصة في الشمس تحرق. اما كي تبدا في الظل وكل شيء صافا. هي بلاصه هي لك فيها بلاصه يلعبوا فيها الصغار وفيها البلاك هكا يعوموا فيه حتى هو رمل وفيه يعني هو كبير وفيه بارتي وين تبقى معناها كالجر وكل شيء، فم بلايص وين تنجم تبقى. احنا مشينا غاديكا عملوا لنا مشوى وسلطه وفطرنا مع بعضنا وتفرهدنا الحق وتبديل جو تكسير روتين. وباهي هكايا واحد كل مرة يخرج يمشي يكتشف بلاصة ويتمتع بالمناظر ويشوف وديجا انا من قبل تعجبني ياسر البلايص الخضراء هكا والطبيعة تعجبني بصراحة. والحمد لله جاتني فرصة اني نعيش في بلاصة محلاها والطبيعة فيها مزيانة برشا، ومعناها قراب لنا برشا بلايص نجمو نمشيو لهم كي تبدا ويكاند ولا يبدا طقس باهي، نهزو صغار ونمشو هكا. هو قصدنا ربي شدينا ثنية لهنا صورت لكم في الكرهبة الصغار يلعبوا يتفرجوا على الأشجار وقاية سجود عجبتهم برشا البلاصة زايدة تفرهدوا الحق. وما تنسونيش بالابوني من فضلكم. اي واحد يعرفني وشاف الفيديو والا حتى ما يعرفنيش مرحبا به في قناتي يوميات فوفاء. واللي ما يعرفنيش نعرفكم بروحي، انا عفاف تونسية. انتقلت ما عنديش برشا باش نعيش في فرنسا مع راجلي، بروسيدور متاع ريغروبمون فاميليال، وحبيت نعمل شين يوتيوب نشارك فيها يومياتي مع أصحابي وأخواتي ومعكم انتم اللي باش نعرفكم جدد ان شاء الله من اليوتيوب. ان شاء الله شين تولي شين يوتيوب كبيرة. انا قاعدة نعمل في مجهودي اني نهبط دي فيديو صغار والا طوال هكا باش شين تخرج البرشا ويشوفوها. وما تبخلوش علي انتم بالتشجيع، وحتى اصحابي واخواتي وعائلتي ما تبخلوش علي باللي كومنتير، عملوا كومنتير معناها باين في اليوتيوب يطلعوا الفيو هاكا. شوفوا محليها زادة تعدينا من البلاصة هذيك كيما لاك صغيرة هاكا. تشوفوا دوكم الكرفان والله مش عارفة هيك الكرفان يكروا فيهم ولا يبيعوا فيهم غادي ولا برشا حسيس بلاصة كاملة هكاك. شوف الديار محلاها وهكا تعدينا في قرية صغيرة فكرتني في الكوميكات قبل. محلاها البلاصة ومحلاهم الديار وبالحق والورد، وهما اصلا يحافظوا برشا على الطبيعة معناها. ديجا كل دار تلقى جنينة متاعها نظيفة وفيها الورد وفيها كل شيء. زيد هما المناخ متاعهم يساعد معناها الحاجات هذه ما تسخنش برشا و... وديما فما بريسك المطر، جات بريود سخنة ومن بعد جات بريود مطر. الجمعة هذه سخانة
أما زادا فما حاجة كي تسخن راهي في ساعة صفار شوي مي ترجع من بعدها تصب المطر الحق ترجع الدنيا كلها خضرا، راكم تشوفوا ديجا محلاها بليدة صغيرة هذيا محلاها كلها هكا ديارهم بلي جاردان وبالورد محلاها مزيانة. صورت لكم شوي حبيت نوريكم نعيشكم من الجو. والمغرومين بالطبيعة أكيد برشا وبرشا يحبوا يشوفوا البلايص هكا محليها. نجم ديما نمشي نصور لكم برشا بلايص، فما برشا بلايص بحذانا قراب ليلاك هذوما والكل نمشيو لهم ياسر محلاهم. هاكم تشوفوا بريسك معناها كيفاش ولهين بصراحة بالبلاصة فيها برشا سكان ولا ما فيهاش تلقاها ما شاء الله الطرقات معناها ونظافة وكل شيء. نهار الدجاج اللي لقيناه معناها مدلول معبي وزيد من بعد زيد تعبى العباد الكلها كيف يبدا طقس دافي الكل تحب تبروفيتي وتخرج طول اليوم ويكاند وكل. وإن شاء الله نشارككم يوميات تونسية في فرنسا وكيفاش نعيش كيفاش معناها العيشة لهنا وحاجات اللي تحبوا تعرفوها ولا أي حد حتى ما يعرفنيش ويحب يسأل على الجروبمون فاميليال نرجم نعمل فيديو نحكي فيه بالليدي تاع على الجروبمون كان يجي شكون مهتمين أكيد تنعمل فيديو نحكي لكم فيه بالضبط شنو البروسيدور اللي تعدى بهم الدوسي كامل. شوفوا محليها البلاد هكا صورت لكم هكا ما شاء الله خضار ومزيانة البلاصة. سامحوني ساعات الكهرباء مثلا تطلع على حاجة يتحرك التليفون من يدي خاطر أنا صور وحسام معناه يسوق هكا وساعات تتحرك التليفون من يدي تصويرة جي سافابا ولا حاجة سامحوني عليها. وإن شاء الله تعجبكم اليوميات وإن شاء الله تعجبكم القناة هايكا منوعة كيف نهزكم معايا خارجات نعمل جروميناج في الدار ديز استيوس متاع برودويات مثلا نعمل في كيبدا في كما بلاصة هكا مزيانة نصورها ونوريها لكم. حسيلو ساعات نصور ساعات نبقى نتفرج على الخضار وعلى قديش محلاها البلاصة قديشها مزيانة. هني بريسك وصلنا هكا وريتكم ديجا دخلنا هكا شوية هو هنحطكم سبا كبير معنا من الأول ومن بعد تدخل السباس اللي تنجم تبقى فيه وغاديك معناها قعدنا وتفرهدنا الحق وباهي هكا واحد كما قلت لكم معناها الصغار يلعبوا ويتفرهدوا هكا رقية تروتينات والسجود هكا رقية حسيلو شيخة على الطبيعة وشيخة على تحب تلعب وصغار بك تعرفوا يحبوا الحاجات هذي. وصلنا صورت لكم هنا البارتي هذه ما يعملوش في البارتي الاخرى يعملوا في هذه جاي كيما الجسر هكا عالي شوية فما عباد يمشيو يصوروا ولا فما اللي هذوما متاع يعملوا فك البسكليتات كالمسابقة ولا الله أعلم حسيلو قاعدين يرتاحوا غاديك. صورت لكم أنا البلاصة لهنا وتفرهدنا عملنا جو ضحكنا اكلينا وبعد روحنا قهوة العشية ما مش العشية خاطر احنا مشينا يتسمى بكري معناها روحنا مع مطليثة هكاكا لأن يعني وريتلكم كي حاطين كل شيء أسماء جابت هي معناها قريبتي هذه جابت هي كل شيء هي مستدعيتنا جابت هي كل شيء ويعطيها الصحة. خدنا لحنا حطينا هكا وفرشنا هنا هكا بداو يشعلوا في الباربيكيو باش يعملوا المشوى سير بلاس عملوها غاديكا. ومشيت انا وعملت دورة هكا صورت شوية من هذاك معناه صورت في الاخر متاعو البلاصة
فما سباس هما عاملينه هكايا حاطين فيه الكرات والكل هذاك يعوموا فيه والاخر بكل ما يعوموش فيه. فما زاد البيدالو كان يحب شكون يعمل بالبيدالو يكري يكري ويدخل. ما نجمتش نصور برشا برشا خاطر حبيت نبروفيتي مع العائلة ومع الصغار، وما نحبش نركز برشا في التليفون هكا كيف نلقى فرصة والكل نصور. هذاك الكل راهو تابع لك بحذاها بالحق، ولا اي حد مثلا قريب للبلايص هذايا يمشي لها راهي مزيانة برشا. راني هاكا حطينا باش ناكلو و... وكملنا خرجتنا، وهكا رقية في الاخر صورت لكم هي تصويرة صغيرة.